السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة متمتعين. طبق الحلويات ده من حاجة يعني فعلا بسيطة موجودة في كل بيت. الأول نسمي ونصلي على الرسول، وبعد كده نبتدي المكونات بتاعتنا. معنا كوبايتين من الدقيق زي ما انتم شايفينهم، دقيق متعدد الاستخدامات، منخول مرة واثنين وثلاثة زي ما احنا متعودين. وبعد كده حطيته في بولة، حطيت عليه رشة ملح بين صوابعنا كده، رشة الملح السنة. وبعد كده هننزل عليه بكام 3 معالق من الزيت زي ما انتم شايفين. زيت عادي، يعني هقول لك زيت تموين عادي. بعد كده همسك كده الدقيق زي ما انتم شايفينه، وهبس بايدي زي البسبوسه بالظبط. يعني تخليها يعني ايه، على قد ما تقدر تغلغل الزيت مع الدقيق، على قد ايه بقدر المستطاع. هنقعد كده ايه، نعمل نبس كده الدقيق مع الزيت، ونبسه كده لحد ما نتأكد ان معظم الدقيق اتبس مع الزيت. بعد كده مكونات الكوبايتين من الدقيق هياخدوا معاكي ايه. يعني بصي، انا خدت معايا كوبايه كامله، يعتبر كوبايه كامله. انا كده هجيب كوبايه بسيطه خالص الاول، يعني كوباية إلا تلت كده، وهفضيها. طيب هفضيها كلها أو فضيها بالراحة على حسب ما انت ايه تحبي. يعني كوباية إلا تلت كده، هنزل بيها كده بنصها الأول، يعني مش هنزل بيها كلها. هحاول كده ايه، أحاول ايه أجمع الدقيق وأعجن وكده. فهحسها برضو ايه ناشفة، لسه عايزة ايه حبة مية تاني. يعني هتاخد معايا كوباية إلا تلت من المية. ومش هتاخد كمان التلت اللي فاضل كله. يعني يا دوب يعني الكوبايتين هياخدوا نص كوباية من المية فقط لا غير. نعجن العجينة كده كويس، أحسها ناشفة فيها دقيق، لسه طبعا ايه ما تشربتش. هنحاول نضيف عليها يعتبر معلقتين، يعني معلقة قولي نص كوباية بالظبط خدتها ايه المقدار بتاعنا ده. بس هتعجني كده بهمة ونشاط شوية، هتديها بالبوكس كده. مش هتاخد معاكي 5 دقايق بكتيرها خالص في العجينة. لحد ما تطلع معاكي ما تمسكش في البولة ولا تمسك في ايدك، فتبقى عجينة ناجحة وطرية وملسة. وعلى قد ما انت ايه ربنا يقوينا كلنا، تعجنيها كويس لحد كده ايه، زي ما قلت حضرتك يا ست الكل، ان العجينة ما تمسكش في ايدك وتطلع نظيفة من البولة زي ما انتوا شايفين كده. هي خلاص كده اتعجنت، ايوه اتعجنت كده في خمرة عين، يعني ما خدتش كتير زي ما انت شفتي اهو قدامك. ما قطعتش المقطع ولا ايه سرعته، الا واحده واحده علشان تشوفي ان هي العجينه زي ما انتوا شايفين مره واحده. طيب خلصنا كده العجينة، مش هنستناها علشان ما فيهاش خمور ولا فيها أي حاجة. هي شوية مية وشوية معلقة 3 معالق من الزيت وبس كده، وحبتين الدقيق اللي احنا شفناهم. خلصنا كده العجينة، مش هنخليها تخمر، هتعمليها في غمضة عين فعلا، لأن مفيش لا هنريحها ولا هنخليها تخمر ولا أي حاجة. هحطها كده في البولة، ويلا بينا على ايه، على الرخامة. ايه وهتعمليها. طيب معانا المكون الأساسي والمكون اللي هو في الوصفة بتاعتنا، هنحط معلقتين من الدقيق. دي وصفة فعلا يعني تغنيكي على أي مثلا عن الزبدة، تغنيكي عن يعني أي حاجة تاني مواد دهنية. هنحط معلقتين من الدقيق، عليهم معلقتين من إيه، معلقتين من النشا. شايفين معلقتين من النشا، معلقتين دقيق معلقتين من النشا. هنحط لهم إيه، هنحط لهم نص كوباية من المية، أو مش نص كوباية، تنزلي بيها واحدة واحدة برضو، يعني ما تنزليش بيها كلها. طيب ليه ما تنزليش بيها كلها؟ لأن عايزة يعني ايه، عايزاها إيه تتعمل معاكي زي عجينة الكريب. تبقى هي ايه، لا هي خفيفة خالص ولا هي تخينة خالص، تبقى ايه يعني كده زي ما احنا بنعمل ايه الكريب. هنقلب كده الدقيق مع النشا بالمية العادية خالص، قلبيهم كده واستني معايا. هم كده تقريبا انا كده ايه حطيت نص كوباية المية، فمش هتحتاج تاني ايه معايا يعني مية تاني. هحاول كده اقلبها وعشان تتشرب ونشوف العجينة بتاعتنا. بس انا حسيتها كده ايه هي مظبوطة. لو انت مثلا عايزة تخففيها اكتر من كده مش هينفع تخففيها اكتر من كده، علشان انت هتدهني بيها وسط العجين بتاعك. طيب هتعملي ايه، هتعملي ايه كده هسيبها كده كويسه مظبوطه، يعني هي ايه ماسكه نفسها شويه برضو. هروح بسرعه هروح اجيب ايه العجينه بتاعتي وهقطعها
على كام كورة؟ هتقطعيها على 4 كور، أنا عايزاها على 4 كور، وممكن تقطعيها برضو على 6 كور، يعني على حسب ما تحبي. أنا كده همسك ال4 كور، وممكن تقطعيهم على 5 أو 6 على حسب ما انت عايزة. أنا قطعتهم على 4 كده، استغليت كده بسرعة. حطيت حبة نشا زي ما انتوا شايفين، نشا ما تفرديش أبدا بدقيق. احنا عايزين العجينة بتاعتنا برضو تكون مقرمشة بره، من جوا شوية مقرمشة. طيب هفرد العجينة بتاعتي، فردت ال4. بعد ما فردت ال4 استني كده، بصي عليا هعمل فردت ال4. هجيب بعد كده المادة اللي احنا عملناها، او الخلطة اللي احنا عملناها، الدقيق والنشا والمية. هنحط كل واحدة فيهم زي زي الباتيه، او زي مثلا اللي احنا الباتيه، او تاني، او المولتو. بنعمل العجينة دي، بس احنا حطينا النشا والدقيق كده. هنعجن العجينة ونحط كل واحدة لحد الاخر، الاخيرة دي مش هنحط فيها. بعد كده عملناها وطبقناها وسبناها. بعد كده هجيب شوية نشا تاني، وهفردها خالص زي ما انتوا شايفين. هفردها، وممكن تصبري عليها شوية برضو تسيبيها، لان انا ما صبرتش عليها بسرعة. حاولت ان انا افردها على قد ما اقدر. الفرد دي فعلا هتساعدك ان هي هتورق معاكي وتبقى تحفة. كده هنجيب سكينة او قطعة او اي حاجة نقطع بيها العجينة بتاعتنا او الفطيرة بتاعتنا اللي احنا فردناها. وكده كانت سهلة وبسيطة، يعني في غمضة عين، في نص ساعة، ما بتقعدش معاكي نص ساعة. طيب هتعمليها مثلثات، تعمليها مربعات، تعمليها طول، تعمليها زي ما تحبي، زي ما ايدك انت عايزة تعمليها اعمليها. انا صراحة كده قطعتها عشوائي، مربعات، مستطيل، اي حاجة بسرعة. الشكل اللي انت تحبيه اعمليه. انا عملتها مربعات بسرعة، وحاولت ان انا اقطعها بالسكين، فالسكين ما نفعش معايا، فهروح اجيب القطاعة العادية بتاعتي، هقطعها بالقطاعة بتاعتي. وكده بسرعة سريعا حطيت طاسة على النار، فيها حبة زيت حلوين كده، هخليها تسخن. وبعد كده هننزل عليها بالفطيرة بتاعتنا. يبقى المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة. النهاردة كانت عبارة عن كوبايتين من الدقيق، عليهم 3 معالق من الزيت، عليهم رشة ملح، عليهم نص كوباية مية، عجناهم وبسرعة عملناهم. فيا ريت لحد دلوقتي لو ما دوستلناش لايك، يا ريت تدوسلنا لايك واشتراك في القناة. شيء مهم وشيء يفرحني منكم بإذن الله. كده الوصفة بتاعتنا خلصت وانتهت، وكده حمرناها في الزيت، حطيناها في زيت سخن. ما تخافيش، أول مجرد ما تحطيها في زيت سخن هي هتتنفخ معاكي عشوائي، من غير ما ترشي عليها حبة زيت، عادي هتتنفخ معاكي، سواء حطيتيلها أو ما حطيتلهاش. بصي كده هي هتعمل كده جرمشة كده، تتنفخ، وهتعمل بابلز زي ما انت شايفة كده، وزي ما انتوا شايفين طبقات طبقات. هتحطيها بشربات، هتحطي ترشي عليها شوية سكر بودر، حطي براحتك اللي انت تحبيه يا ست الكل. بس انا فضلتها بشربات كده، وفعلا طعمها جوسي ومختلف خالص نهائي، والطعم بتاعها تحفة. يعني فعلا يا ريت يا ريت خلصت الفيديو وشفتيه دوست لنا لايك واشتراك. يلا يلا يا ست الكل، يلا يا حبيبتي، يلا بسرعة اجري على المطبخ وهاتي كوبايتين دقيق واعمليهم زي ما انا عملتهم، وهتاكلي احلى طبق حلويات من ايدك. ست الكل فعلا وصفة يعني حلوة ولذيذة وسهلة وبسيطة، وتعمليها في غمضة عين. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، يا ريت يكون نال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.